أنا كنت فاكر إن الصلاة فرض وخلاص، لحد ما بدأت ألاحظ حاجات غريبة بتحصل في حياتي. في الصلاة المفروض تبقى واقف عينك مكان السجود، ودنك سامعة للقرآن، ومحاول تفهم اللي بيتقال. اكتشفت إن الموضوع ده بيدربك على التركيز، يعني لما ما تسرحش في الصلاة بتلاقي نفسك في الحياة كمان، بتسمع كويس، بتفهم كويس، بترد بثقة. كأن الصلاة علمتك تبقى حاضر، مش موجود بجسمك بس. المسجد وصحبة الخير كمان حاجة لاحظتها مع صحبة الجماعة. ربنا سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ولما بتقرب من المساجد بتبدأ تشوف نفس الوجوه كل يوم، جارك اللي كنت بتعدي عليه من غير ما تقول له سلام، صاحب المحل اللي جنبك، أهل منطقتك. وبهدوء كده بيحصل تعارف، سلام، كلمة، ابتسامة، وتلاقي نفسك داخل في دايرة ناس جديدة بعد ما كنت ممكن تكون عايش لوحدك تقريبا. المسجد مش بس مكان صلاة، المسجد بيجمع القلوب. والأغرب من ده إنك تلاقيك بتتغير من جواك. في ناس كتير عندها مشاكل مع أهلها، زعل، قطيعة، بعد سنين، إلا من رحم ربي. لكن لما تقرب من ربنا وتثبت على العبادة تلاقي قلبك بيتغير، الحقد بيقل والزعل بيهدى. الحاجات اللي كانت تقيلة عليك بتخف، وتلاقي نفسك فجأة عايز تكلم قريبك اللي ما بتكلموش بقالك سنين، وعايز تصلح اللي اتكسر. ده مش غصب عنك، ده إحساس جاي من جواك. كأن العبادة مش بس بتصلح علاقتك بربنا، دي كمان بتصلح علاقتك بالناس. الصلاة مش مجرد عبادة، دي بتعدل فيك من غير ما تحس، بتخليك أهدى، أصفى، أقرب للناس، أقرب لربنا. ومش محتاج تغير حياتك مرة واحدة، ابدأ بالصلاة والباقي هيجي لوحده. سلام.